اللهم صل على محمد عدد ما كان، وصل على محمد عدد ما يكون، وصل على محمد عدد الحركات والسكون. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب صلي وسلم على محمد وعلى آله الطيبين. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب فيديوهاتنا المتواضعة تكون بتعجبكم ان شاء الله ان شاء الله. احنا النهارده هنعمل اوراق الفراخ بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه، هتنفع معاكي للعزومات. لو ما تكوني محتاره على الاكل ومش عايزه تسلقي الفراخ، هتبقى طريقه بسيطه جدا وسهله، وفي نفس الوقت هتديكي حاجه فاخره. اول حاجه معايا، انا برحب بالمشتركين الجداد اللي هم مشرفيني ومنوريني على القناة. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. المشتركين اللي معايا على القناة منوريني دايما على راسي يا رب دايما. النهاردة بإذن الله أول حاجة معايا الورك كده، متقطع، سواء انت شاريها او مربيه في الطيور عندك في البيت. هنبدأ دلوقتي بالسكينة، بمعاونة المقص زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اقطع الاوتار اللي هي ماسكة في العظم كده، واخلي بالراحة كده لحد ما اخلي مني على العظمة. واسلك الاوتار اللي هي بتبقى جامدة ديت بالمقص لحد ما اخلص اللحمة اللي على بسم الله ما شاء الله العظم كده، لحد ما اخلي الفرخة الورك زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. طبعا المقص بيساعد كتير جدا. وابدأ دلوقتي اني اشد بالراحة كده لحد ما اخلي الورك معايا بنفس الطريقة كده. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. اول حاجة معايا هنعمل التتبيلة بتاعت الاوراق. تمام، معايا بصلاية كبيرة وفلفل ألوان، فلفل أخضر، طماطمية متخرطة قطع صغيرة، وعليها البهارات بتاعتي ملح وفلفل وبهارات فراخ وقرفة جنزبيل. كل الحاجات دي بتديلها طعم جميل جدا، والشطة طبعا رشة شطة بتديها طعم جميل جدا، ولو مش حابة شطة مفيش أي مشكلة. طبعا معايا نص معلقة ملح ومعلقة كبيرة من الخل وليمونتين. تمام، حابة تحط ليمونة واحدة مفيش أي مشكلة. هبدأ أفرك البصل بنفس الطريقة كده لحد ما يسرد المية بتاعته، وأبدأ أتبل بها الوراك بتاعة الفراخ. عايزة تستغنى عن الخطوة دي مع إنها بتبقى جميلة جدا، هنرش رشة بسيطة كده من الملح والفلفل الأسود على الأوراق زي ما حضرتك شايفة كده. بس التتبيلة دي بتديها طعم جميل جدا. احنا طبعا هنسيبها بالتتبيلة دي حوالي، لو انت مستعجلة هيبقى ساعة، لو انت حابة تسيبها ساعتين ولا حاجة لو عندك وقت مش مشكلة. اول خطوة معانا هنعمل الرز بتاع اللي هنحشي بيه الورك اوراق الحمام اللي هو الكداب. تمام، معايا كبد الفراخ هديها صدمة كده، بشو معلقة زيت ومعلقة سمنة لحد ما اللون بتاعها يبقى أبيض كده، وأحط على التوابل ورق لوري، حبهان، فلفل أسود، رشة كمون صغيرة جدا. تمام. دلوقتي أنا شلت الكبد بتاعتي، وهحط البصل لحد ما تتكرمل كده، بصلاية متوسطة لحد ما تتكرمل كده زي ما تكوني بتعملي الرز بتاع الصيادية كده. تمام. دلوقتي انا حطيت كوبايه ميه على كوبايه الرز اللي انا حطاها، وطبعا هياخد معايا 3/4 سوا بس، مش هكمل السوا بتاعه. دلوقتي انا جبت الورك بتاع الفرخه، هنبدا نحشيه دلوقتي. طبعا الرز معايا زي ما قلت لحضراتكم 3/4 سوا. هبدأ دلوقتي أحشي الورك وأدخل في الحتة اللي هي شبه الرقبة بتاعت الحمامة ديت، اللي عند الدبوسة ديت، وأبدأ ألم زي ما حضراتكم شايفين كده على قد ما أقدر، وأدبس بالخلة. أي حتة مفتوحة في الورك دبسيها بالخل. تمام، لحد ما تخليها عامل شبه الحمامية كده زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين ما شاء الله شبه الحمامية بالظبط. لو وصلتوا معايا للنقطة ديت اوعوا تبخلوا عليا باللايك. تمام. يا رب يسعدكم ويسعد ايامكم يا رب. دلوقتي انا خلصت كل الحمام او الاوراق. دلوقتي معايا معلقة صلصة، على رشة بسم الله زعتر، ورشة فلفل اسود ومعلقة زيت، قلبتهم كلهم على بعض كده، ولو عصرة ليمون يا سلام. تمام، وابدأ ان انا ادهن الاوراق بتاعتي بنفس الطريقة. شايفين ما شاء الله. دلوقتي انا فرشت الصينيه بالخضار، وحطيته ورقه زبده، وحطيت الورق السلوفان على الوش. تمام، وهبدأ دلوقتي احطها في الفرن
يعني مولعها قبل كده، وخد والفرن عالي وحطها على الشبكة تمام لحد ما يستوي معانا براحته كده. طبعا شايفين اللون، شايفين الجمال، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا الوصفة دي جميلة جدا والكل بيحبها، وهي يعني حاجة تغيير بدل ما نسلق الفراخ او نشويها. طبعا هتبقى جميلة جدا جدا معاكي. شايفين ما شاء الله. يلا اعملوا لايك للفيديو، ما تنسونيش يا حبايب قلبي. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. اشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله.